يحسب للمغرب تبنيه سياسة مغايرة استفادت من دفعة الربيع العربي، وأعطت للمملكة دستورا جديدا عام 2011 ووضعا استثنائيا بالمنطقة. فقد تبنى المغاربة بمبادرة من الملك محمد السادس دستورا جديدا أتاح انتخابات ديمقراطية أفرزت عام 2012 برلمانا تصدره حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية. وتواصلت التجربة على هذا الأساس في انتخابات جهوية وبلدية لاحقة، ثم في انتخابات نيابية قبل نهاية العام الماضي. ويسجل انفتاح المغرب بشكل كبير على القارة الإفريقية من خلال زيارات متعددة للملك محمد السادس لدول القارة، وهو الجهد الذي لم يمنعه من بذل جهوده لتهدئة الوضع وتأييد الحقوق المشروعة في بعض تجارب الربيع العربي. ومن هنا يحسب للملك محمد السادس دوره الإيجابي في دفع تجارب الربيع العربي الأخرى للنجاح وتجاوز عراقيل الانتقال. فقد شجعت الدبلوماسية المغربية دعم المسارات والحلول السلمية ورأب الصدع بين أبناء البلد الواحد، كما هو الحال في الأزمة الليبية. اتفاق الليبيين بلغت شهرة الصخيرات في ليبيا ما لم تبلغ شهرة أي مدينة أخرى، فالمدينة المغربية الصغيرة على ضفاف الأطلسي احتضنت منذ مطلع 2015 جولات متتالية من مفاوضات السلام بين الفرقاء الليبيين تحت رعاية أممية، وذلك بحثا عن تسوية سياسية للأزمة الليبية. وقد حرص الملك محمد السادس على أن يصل الأشقاء الليبيين إلى اتفاق رغم التباين في وجهات النظر، وتوجت تلك الجهود بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق سمي اتفاق السلم والمصالحة يوم 11 يوليوز 2015، ونص على تشكيل حكومة وحدة وطنية وإنشاء هيئة للحكم وأخرى للحكم المحلي كمدخل إلى تسوية سياسية شاملة. وكان المغرب حريصا بشكل واضح على دعم الحوار والابتعاد عن إشعال نيران الحرب بين الأشقاء الليبيين. ربيع تونس مهد الربيع العربي والبلد القريب للمغرب عاشت فترة انتقال ديمقراطية بعد إسقاط الثورة لنظام الرئيس زين العابدين بن علي. وخلافا لاتجاهات العديد من الأنظمة السياسية في المنطقة العربية، اختارت المملكة المغربية دعم خيار الشعب التونسي، وبعيدا عن منطق التخوف والتوجس ثم المواجهة، شكلت زيارة الملك محمد السادس عام 2014 إشارات إلى إمكانية إيجاد صيغ للتعامل والتقارب مع التجارب الوليدة للانتقال الديمقراطي. وبالإضافة إلى دعم الديمقراطية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كان هم تحريك قطار المغرب العربي حاضرا وبقوة في الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس أمام المجلس الوطني التأسيسي يوم 31 ماي 2014. ومن داخل قبة مبنى البرلمان التونسي دعا الملك محمد السادس إلى ما أسماه نظاما مغاربيا جديدا على أساس روح ومنطوق معاهدة مراكش المؤسسة للاتحاد المغاربي، حيث لم يعد هذا الاتحاد أمرا اختياريا أو طرفا سياسيا، بل مطلبا شعبيا ملحا وحتمية إقليمية استراتيجية. الثورة السورية ساندت الرباط اختيار الشعب السوري للحرية، واتخذت بالخصوص قرارات سياسية وأخرى إنسانية. ففي 18 أكتوبر 2012 وعبر مروحية عسكرية انطلق الملك محمد السادس إلى مخيم الزعتري للاجئين السوريين بمحافظة المفرق الأردنية، في أول زيارة من نوعها للمخيم يقوم بها رئيس دولة. وضمن برنامج هذه الزيارة التي تزامنت ووصول 7 طائرات مغربية حملت مساعدات غذائية وعينية للاجئين السوريين، حرص الملك محمد السادس على تفقد المستشفى المغربي العسكري الميداني الذي جاء بمبادرة منه من أجل تخفيف العبء وإيواء اللاجئين السوريين، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية استهدفت بالخصوص النساء والأطفال والشيوخ. شكرا لكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.